حبايبي الحلوين، ورجعنا لكم من تاني من اول وجديد في معلومه جديده وفي جرامر جديد من الجرامر بتاعنا اللي هو الجرامر بتاع اولى ثانوي. زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان كل يونت هناخدها ناخد الفوكاب بتاعتها، وبعد ما بناخد الفوكاب بتاعتها بناخد الجرامر، وبعد كده بنعمل ريكاب على الفوكاب وعلى الجرامر والحل الشامل بتاعنا. طيب بعد ما خلصنا يونت 1 النهارده دخلنا على يونت 2 هناخد الجرامر بتاع يونت 2. طيب الجرامر بتاع يونت 2 بيتكلم عن ايه؟ هو احنا نعتبر ان اولى ثانوي الترم الاولاني بالذات هو الترم الخاص بالتنسز، ضامن معظم الازمنه في اللغه الانجليزيه. طيب اول حاجه موجوده عندي هنبدا بزمن البريزنت سامبل تنس. يعني ايه معنى كلمه البريزنت سامبل تنس؟ ودي مقصود بيه زمن المضارع البسيط، واللي معظم الانجليز بيعتبروه ان هو ابو الازمنه في اللغه الانجليزيه، لان كل الازمنه مشتقه من الفعل الاساسي بتاعه. طيب زي ما احنا اتفقنا قبل كده هنتعلم عن كل زمن. اول حاجه الفورميشن، التكوينات بتاعته في الثلاث حالات: اثبات، نفي، سؤال. في الاكتف وفي الباسيف. في الاكتف المعلوم، والباسيف اللي هو المبني المجهول. وبعد كده هاخد الياسج والكي ووردز، الكلمات اللي دل عليه، وهاخد الحالات الخاصه بيه. طيب يلا بينا نبدا. اولا زمن البريزنت سمبل تنس الفورميشن بتاعته في الجمله الخبريه المثبته بيتكون من ايه؟ بجيب السبجكت اللي هو اصل بناء الجمله في اللغه الانجليزيه، بلس لو السبجكت بتاعي اي او وي او ويو او زي او اي اسم جمع، اوكي، هجيب معاه الفعل في الانفينيتيف، الفعل في الماضي اللي هو التصريف الاول للفعل. لما تيجي تقول I get up at 6 o'clock every morning، ودي معناها ان انا من عادتي او انا بصحى الساعه 6 كل صباح. They sometimes go for a walk on Fridays، هم احيانا بيروحوا يتمشوا في ايام الجمعه. يبقى اذا دي هو ايه فلسفه المضارع المستمر؟ اللي عامل اللخبطه عزيزي الطالب ان مفيش هنا عندنا في اللغه العربيه زمن اسمه المضارع البسيط ولا المضارع المستمر. امال احنا عندنا زمن واحد اسمه المضارع بس. انما الانجليز عندهم لو حاجه بتحصل دلوقتي بيستخدموا المستمر، لو حاجه بتحصل على طول او بتحصل من فتره لفتره بس ما بتحصلش دلوقتي بيستخدموا المضارع البسيط. يبقى خلينا متفقين ايه فلسفه المضارع البسيط؟ فلسفه المضارع البسيط بتعتمد على حدث بيحصل بس ما بيحصلش اثناء وقت الكلام. يبقى اول حاجه في الجمله الخبريه المثبته عندي بقسم الفعل نصين. يبقى هنقول كده اهوت the present simple tense. نمبر 1 الفورميشن. الفورميشن بتاعه اللي هي التكوينه بتاعته: اثبات ونفي وسؤال. في المضارع البسيط الفعل ده مقسوم لنصين. يبقى في المضارع البسيط الفعل مقسوم لنصين: فاعل جمع، فاعل مفرد. مين اللي بيمثل ضمائر الفاعل الجمع؟ we، you and they. طبعا جم يخيروا اي، فاي اتحطت مع الجمع، هيجي معاهم الفعل في الانفينيتيف. طيب لو الفاعل بقى مفرد بيمثلوا الضمائر هي، she، it. ساعتها بجيب الفيرب بتاعي من ضاف له الاس او الاي اس او الاي اي اس. اوكي. طب ايه السبيلنج رولز بتاعه اضافه الاس؟ هنروح كده كاتبين السبيلنج رولز، قواعد الهجاء بتاعه اضافه الاس للفيرب. اضافه هنبدا الاول بالاي اس. بيقول لك لو الفيرب منتهي بالسي اتش او الاس اتش او الاو او الاكس او الفي او الاس، ساعتها بضيف له الاي اس. For example, he watches TV at night. ايه اللي حصل هنا؟ watch دي الفيرب بتاعي، ضفت له الاي اس لان هو منتهي بالسي اتش. طب انا ليه اصلا اضيف له الاس اصلا؟ علشان الفاعل عندي مفرد. يبقى اضافه الاي اس في الحالات دي السي اتش، الاس اتش، الاو فور اكزامبل دو او جو
بحط لهم الاي اس. اكس فور اكزامبل فيكس بحط لها الاي اس. اوكي. ls فور اكزامبل passes. طيب امتى اضيف الاي اي اس لنهايه الفيرب؟ بيقول لك لو الفيرب عندي منتهي بالواي، الواي ده هو حرف عله، يعني عليل، يعني حرف مريض ما يقدرش يشيل حد عليه. طب امتى بيكون عليل؟ لو قبليه كونسوننت، لو قبليه ساكن. يعني لما اجي اقول لك what is the difference between اضافه الاس مع play and study؟ دي end with y ودي end with y. هنا الواي قويه ليه؟ لان جه قبلها فاول، فبحط جاست ان انا احط لها الاس. هنا الواي ضعيفه، فبقول لها دايما يتلم المتعوس على خيب الرجل، فبالتالي بشيل الواي واحط مكانها الاي اي اس. يبقى اضافه الاي اس لو الفيرب اللي عندي منتهي بالواي، الواي قبلها ساكن، بشيل الواي تماما وارجعها لاصلها، كان اصلها الاي، وبعدين اعمل اضافه الاي اس. طب ماذا لو الفيرب اللي موجود عندي منتهي بواي والواي قبليها متحرك؟ جاست ان انا بحط الاس. دي كانت اضافه الاس او الاس او الاي اي اس. اوكي. طيب نرجع تاني في حاله النفي. في حاله النيجاتيف اعمل ايه؟ نفس النظام، فاعل جمع فاعل مفرد. فاعل جمع بيمثلوا الضمائر مين؟ وي يو زي، ومنضاف معاهم الاي. ساعتها بنفي بدونت بلس الانفينيتيف. طب وهنا فاعل مفرد بيمثلوا مين؟ هي وشي وات، وساعتها بنفي بدازنت بلس الانفينيتيف. يبقى اذا انا بتكلم هنا في زمن البريزنت سمبل تنس. في الاثبات بجيب التصريف الاول للفعل مع اي ويو ووي وزي. في النفي بجيب الفيرب بتاعي منضاف له الاس او الاس او الاي اي اس. اوكي. طيب في حاله النيجاتيف انا عندي في اكتر من طريقه لنفي المضارع البسيط. الطريقه الاولى ان انا بجيب الفعل المساعد بتاعي دو، فهتبقى دونت مع الجمع، هتبقى دازنت وكده كده دازنت خاطفه الاس، لها شرط ممتازه جدا ان لازم يكون فعلي موجود فين؟ في الانفينيت. طب في طريقه كمان، في طريقه كمان في ان انا بجيب فعل، بجيب السبجكت بتاعي واجيب معاها نيفر، بس نيفر بتسيب الفعل في حاله. يعني ايه بتسيب الفعل في حاله؟ ما بتقربش خالص من الفعل. دخلت على الفعل مضاف له لاس، اتس اوكي، ما تاخدهاش. طيب ما تيجي ناخد اكزامبل. لما يجي واحد يقول لي مثلا في الامتحان ويجيب لي السؤال ده، he eats burger. تعالى هنا بقى حته حته نقول ايه اللي حصل هنا. انا عندي ايت هنا الاس لسه متسابه زي ما هي. ادامت الاس لسه متسابه زي ما هي، يبقى استحاله اخد دازنت. يبقى لو انت خدت دازنت اجابتك غلط. امال ايه الحل اللي انا لازم اخده هنا؟ هنا لازم اخد نيفر. يبقى هنا في الحاله دي لازم اخد نيفر. طب ايه السبب ان انا خدت نيفر؟ فبالتالي ما تتخدعش، انا خدت نيفر لوجود الاس. طب لو جالي نفس الاكزامبل في الامتحان وقال لي هي سبيس ايت برجر، وجاب لي في الاختيارات doesn't، وجاب لي don't، وجاب لي never. never دي علشان تيجي مع هي وشي وات، علشان تيجي مع هي وشي وات في البريزنت سمبل تنس لازم يكون الفيرب بتاعي مضاف له الاس. فهنا الفيرب في المصدر، مين بقى اللي بتشترط الفعل لازم يكون في المصدر؟ لا اما don't لا اما doesn't. انا عندي هاخد ايه؟ هاخد doesn't لان انا عندي هنا الفعل ايه؟ عندي هنا الفعل هي. اوكي؟ يبقى علشان انفي المضارع البسيط انا ممكن انفي بدونت، ممكن انفي بدازنت، وممكن انفي بنيفر. بس كده لا، اصبر عليا. انا ممكن استخدم نو، يعني انا ممكن احط نو. طيب تعالى بقى حته حته كده ونتكلم على مكان كل حاجه. فاعل هيجي بعديه دونت مباشره بلس الانفينيتيف، اتس اوكي. ماشي؟ دي فاعل جمع. فاعل مفرد هيجي بعديه doesn't مباشرة بلس الانفينيتيف. فاعل هاخد never، لو هو جمع هيبقى الفعل في الانفينيتيف مع الجمع. لو الفاعل عندي مفرد هيبقى الفيرب ضغط منضاف للاس مع
مع المفرد. انا ممكن انفي كمان اعمل ايه؟ اجيب فاعل واجيب الفيرب بتاعي عادي واجيب بعديه نو اهو. اوكي؟ طب تعالى ما ناخد اكزامبلز. I have اهو I don't have friends. واحد بيقول انا ما عنديش اصدقاء. ممكن يقولها بطريقه ثانيه I never have friends. اوكي. طب ممكن يقولها بطريقه ثالثه I have no friends. يبقى خلي بالك من اساليب النفي في اللغه الانجليزيه. انت بقيت طالب في ثانويه، يعني تبقى عارف ان هو مش جاست ان هو بيتنفي بدونت او بدازنت، لا ده في اساليب ثانيه بطرق مختلفه. دي في حاله النفي. طيب لو حبيت اعمل كويشن، لو حبيت اعمل سؤال، اعمل السؤال ازاي؟ هنقول دلوقتي لو سؤال بيبدا بفعل مساعد. يعني ايه بفعل مساعد؟ يعني السؤال ده بمعنى هل. هي هل ثابته في العربي، يعني انت هل انت اكلت؟ هل شربت؟ هل تستطيع؟ هل في العربي ثابته. انما في اللغه الانجليزيه هل دي لها اشكال مختلفه، ممكن تبقى دو او داز او ديد، ممكن تبقى كان او كود، ممكن تبقى ويل او وود، ممكن تبقى اما ويز وار ويز وير. يبقى اي فعل مساعد متقدم على الفعل فهو سؤال بمعنى هل. طب احنا دلوقتي بنتكلم في البريزنت سمبل تنس، هنعمل ايه واحده واحده مع بعض. هروح جايب دو اور داز. اي حاجه فيها الاس. مين اللي دايما بيحب الاس؟ مين اللي دايما بيحب ان الفعل يكون في نهايته الاس؟ معروفه هي وشي وات، دايما بيحبوا الاس. فلما اجي اتكلم داز هتيجي مع فاعل مفرد، وهنا دو مع فاعل جمع. الاثنين هيجي معاهم الفعل في الانفينيتيف وتكمله تساله في الاخر كويشن مارك. فور اكزامبل واحد بيقول لي does he visit his aunt on Fridays. اهو يبقى هنا السؤال بمعنى هل. خلي بالك التركيبه، جبت دو او داز وبعدين السبجكت وبعدين الفعل بتاعي في المصدر. فلو انا جبت فيزيت واعتبرت ان انا عندي هنا هي، اعتبرت ان انا عندي هنا مين؟ عندي هنا هي، فبالتالي اروح جايب معاها فيزيتس، يبقى الاجابه بتاعتي على طول لازم تكون غلط. اجابتي لازم تكون غلط. طب الاس راحت فين؟ الاس خدتها داز. اوكي؟ طيب دي طريقه سؤال. طب في طريقه ثانيه في السؤال، ان انا بعمل سؤال باداه استفهام. هروح جايب الكويشن وورد بلس نفس النظام دو او داز وبعدين السبجكت بتاعي الفاعل وبعدين الفعل في الانفينيتيف، واشيل من السؤال الحاجه اللي انا بسال عليها وفي الاخر كويشن مارك بتاعي. يعني مثلا فور اكزامبل واحد صاحبك بيستفسر منك بيقول لك ايه صاحبك ده بقى؟ بيقول لك what do you do on your holiday؟ انت بتعمل ايه في الهوليداي بتاعتك؟ يبقى انا جبت هنا سؤال بمعنى هل، وبعدين جبت الفعل المساعد بتاعي، جبت هنا سؤال بمعنى ما او ماذا، اداه استفهام، جبت الفعل المساعد بتاعي الفاعل وبعدين الفعل بتاعي في الانفينيتيف وبعدين كملت السؤال بتاعي وحطيت في الاخر كويشن مارك. يبقى اذا نفهم كده ان البريزنت سمبل تنس ده اهو الفورميشن التكوينه بتاعته على حسب نوع الجمله اللي انت بتسال عليه. هل هي جمله مثبته جمله ستيتمنت، ولا جمله نيجاتيف اللي هو نفي، ولا كويشن اللي هو سؤال؟ في الاثبات ببدا بالسبجكت الفاعل ملخص اللي احنا قلناه، الانفينيتيف لو جمع، الفيرب ده مضاف له الاس او الاي اس او الاي اي اس لو انا بتكلم على فاعل مفرد. في النفي نمبر 1 بنفي don't doesn't never، وممكن اجيب الفيرب بتاعي بلس بعديه نو. اهو دول بيجي معاهم الانفينيتيف، دي بيجي على حسب الفاعل ودي بجيب الفعل برضو على حسب الفاعل. في الكويشن على حسب نوع السؤال، هل هتبقى دو او داز، واني الفاعل وبعدين الانفينيتيف. طيب لو حبيت اعمل سؤال بمعنى
اي اداه استفهام بروح جايب الكويشن وورد بتاعتي، وبعدين هشتق برضو دو او داز، وبعدين السبجكت الفاعل، وبعدين الفعل في الانفينيتيف. دي في حاله الاكتف. في حاله الاكتف. طيب في حاله الباسيف لو حبيت ابناء المجهول هعمل ايه بكل بساطه؟ ببدا بالاوبجكت اللي هو فاعل غير حقيقي. وعلى فكره الاوبجكت لو كانت في الجمله الخبريه بعد الفعل ضمير هيتحول لضمير فاعل. بلس ايه قاعده المبني المجهول؟ بكل بساطه المبني المجهول لها معادله. ايه معادله المبني المجهول؟ ان انا بجيب الفيرب تو بي، بجيب الاوبجكت نمبر 1، وبعدين الفيرب تو بي على حسب زمن الجمله، وبعدين الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. طيب بكل بساطه لو حبيت ابني اي جمله للمجهول انا بقول he watches TV. هو بيتفرج على التلفزيون. طب حبيت ابناء المجهول هنبدا بالاوبجكت اللي هو ايه؟ تي في اهو. وبعدين احنا قلنا نجيب الفيرب تو بي على حسب زمن الجمله. طب هنا زمن الجمله الفعل الاساسي فين؟ مضارع بسيط. طب عرفت ازاي؟ الفعل في المصدر بنضاف له الاس، او الفعل في المصدر بس مع اي ويو ووي وزي. يبقى الفيرب تو بي في المضارع اسمه ام او از، او تي في هتاخد ايه؟ هتاخد از. وبعدين اجيب الباست بارتيسيبل من واتش هتبقى واتشد. خلي بالك لان هو فعل قياسي بنضاف له الاي دي. خلاص ممكن اقول باي بس ما ينفعش انزلها هي، لا لازم نحولها لضمير مفعول لان دي مكان المفعول. يبقى باي ايه؟ باي هيم. نفس النظام منفيه هتبقى منفيه بام نوت او ازنت او ارنت. سؤال هقدم ام او از او ار على الفاعل على المفعول. اهم حاجه هيكون عندي الباست ايه؟ الباست بارتيسيبل. يبقى ده اللي انا بتكلم عليه في زمن المضارع البسيط المبني المجهول. طيب بعد ما شرحنا تعالى نبص عليه من الكتاب بتاع المعاصر علشان لو انت بتراجع من كتاب المعاصر. احنا كنا اتفقنا في البدايه خالص ان المضارع البسيط في الجمله الخبريه المثبته الاكتف بجيب السبجكت بتاعي جمع هجيب التصريف الاول للفعل. طيب لو الفعل بتاعي مفرد، هروح جايب هي او شي او ات او اي اسم مفرد، وبعدين الفيرب بتاعي بنضاف له الايه؟ الاس. بضيف الاس في نهايه الفعل المنتهي بالسي اتش والاس اتش والدبل اس او الاو او الاكس. وبي كيرفول خلي بالك ان في 2 اس عندي في اللغه الانجليزيه بس ممكن نخليهم 3. الاس الاولانيه اس المفرد وهي اس بتنضاف للفعل. الاس الثانيه هي اس الجمع وهي اس بتنضاف للاس. الاس الثالثه الاس بتاعت الملكيه وهي شكلها بيبقى دايما ابوستروفي اس بتنضاف للاس وجاي بعدها شيء مملوك. انما احنا هنا بنتكلم على اس المفرد اللي هي التي تضاف للفعل. طيب بضيف الاي اس مع الفعل المفرد نفس الكلام اللي احنا قلناه. لو الفعل منتهي بالواي والواي قبلها حرف ساكن فهتبقى ساعتها حرف الا. فور اكزامبل ستادي وهكذا. يبقى وفلاي وزي ما احنا قلنا. في النفي انا ممكن انفي الفاعل بجيبه، انفي بدونت لو جمع او دازنت لو مفرد، واني واي الفعل معايا فين؟ في الانفينيتيف. ممكن استخدم نيفر بس دي نفي قوي، نفي قاطع. لم ولن. وفي هذه الحاله بسيب الاس مع الغائب زي ما هي. يعني مثلا فور اكزامبل he doesn't help the poor at all. هو عمره ما ساعد الفقراء على الاطلاق. هي نفس النظام he never. بس خلي بالك بقى من الحته اللي جايه دي ان انا بقول he never helps. انا سبت الاس زي ما هي. they don't get up late at all. يبقى they never get up. they never get up هي زي ما هي. طب علشان اعمل سؤال بمعنى هل هروح جايب do او does الفاعل بتاعي وبعدين الفعل فين؟ في الانفينيتيف. For example do you get up at 6 o'clock every morning؟ لما yes I do او no I don't الإجابة القصيرة أو الإجابة الطويلة وهقول yes وأجيب الجملة اللي في السؤال زي ما هي. Does Aya watch action films؟ هل آية بتتفرج على أفلام الأكشن؟ ممكن الإجابة الصغيرة أو القصيرة أو المونو يعني yes she does أو no she doesn't. أو ممكن الإجابة الكاملة yes she watches action films أو no she doesn't watch action films. اللي أنت لاحظته إن doesn't هنا خدت مني الإس. طيب لو بأداة استفهام الموضوع سهل جدا. هي نفس الحكايه نفس الحدوته ان انا بجيب الكويشن وورد اداه الاستفهام followed by do او does بيجي بعدها do او does وبعدين الفعل وبعدين الفعل في الانفعال. For example what do you eat for lunch؟ طب لو انا كتبتها what you eat دي مش سؤال. السؤال في اللغه الانجليزيه الانجليز عندهم شروط جدا للجمله. لو جمله خبريه انها start والسبجكت لازم تبدا بالفعل وبعدين الفعل وبعدين بقيه الجمله. فما فيش جمله في اللغه الانجليزيه جمله خبريه تخلو من الفاعل ولا تخلو من الفعل. نفس النظام مع السؤال. لو حبيت اعمل سؤال بجيب اداه استفهام وبعدين بجيب فعل مساعد وبعدين الفعل وبعدين بقيه السؤال. لو حبينا نحولها من اكتف انتو باسيف
يعني بعد ما كان السبجكت دهوت هو اللي بيقوم بهذا الفعل دهو، لا ده انا بقول ان الفعل ده يفعل بواسطه هذا. بعملها زي ما احنا لسه قايلين بالظبط، بجيب الاوبجكت اما ويز او ار بلس الباست ايه؟ الباست بارتيسيبل. فور اكزامبل فارمرز دي الفاعل، جرو دي الفعل، بلانتس يبقى الفلاحين بيزرعوا نباتات. طيب هقول plants are grown by farmers، وهنا المعنى ان النباتات تزرع بواسطه المزارعون. طيب خلي بالك جدا من الحته دي، ودي حته مهمه جدا، ان الفعل هاف لا يبنى للمجهول. طب لو حبيت احوله مبني للمجهول ارجعه للمعنى الاصلي بتاعه. يعني مثلا فور اكزامبل هاف لو معناها يمتلك، فور اكزامبل I have a car، لو كتبتها a car is had by me، ده دي مش مبني المجهول، ده دي سلطه، يبقى دي غلط طبعا. امال بعمل ايه؟ بشوف هاف في الجمله هنا معناها يمتلك، فبالتالي ارجعها لاصلها اللي هي كلمه اون. طب لو معناها يتناول اللي هو بياكل هتبقى ايت. طب لو معناها يتناول يشرب هتبقى درينك. طب لو معناها هاف يحصل على او بيشتري هتبقى باي. هاف ا هوليداي يعني بيقضي اجازه هتبقى سبين. لو هي معناها بيحصل على او بياخد هتبقى تيك. يبقى اذا علشان هاف او هاز لا تبنى للمجهول، حبيت ابناء المجهول بتستبدل بفعلها الاصلي. معناها في الجمله ايه؟ For example she has lunch at 2 o'clock، يعني هي بتتغدى الساعه 2. يبقى lunch is eaten. لا ده كانت هنا هاف، كانت هنا هاف او هاز، ايه اللي جابها eaten؟ بنرجعها لمعناها الاصلي. تعالى بقى لو الجمله ما فيهاش فعل اساسي، يعني انا في المدرسه، انا سعيد، انا مبسوط، اعمل ايه؟ ما هو الانجليزي قال لك لازم يكون الجمله فيها فعل. اعمل ايه ساعتها؟ ساعتها اروح جايبين الفيرب تو بي ام او از او ار. خلاص؟ طيب لو حبيت اكون سؤال من جمله فيها الفيرب تو بي، عزيزي الطالب اروح عامل عمليه المقاص، ما اشتقاش. يعني مثلا فور اكزامبل انا بقول he is happy، اهو هو سعيد. جبت قبلها yes he is happy، نعم هو سعيد. هل ينفع اكتب السؤال بأنها طريقه؟ هل ينفع اقول ده دي بريزنت سمبل مضارع بسيط لان هي جاي بعدها اسم او صفه الفيرب تو بي، فاروح ده هنا هي، اروح جايب داز هي وارجع الفعل ده للمصدر بي، دي هبده كبيره، دي انت بقى تطلع بيها خارج المجره على طول. اوكي؟ لا طبعا ما ينفعش كده. طول ما انا عندي فيه فيرب تو بي بستخدم الفيرب تو بي كفعل مساعد. امال هتبقى ايه؟ هتبقى از هي هابي، هل هو سعيد؟ يبقى دي اللي صح ودي الغلط. يعني تفهم من الكلام ده ان طول ما انت عندك فعل اساسي اشتق منه دو او داز، انما طول ما انت عندك في الجمله الفيرب تو بي ساعتها بستخدم الفيرب تو بي في السؤال. اوكي؟ طيب لو حبيت انفيها، واحد بيقول لي بص المثال ده، واحد بيقول لي اهو he is sad، قال لي عايزين make negative، عايزين ننفي. اهو هنفي ازاي؟ هيجي واحد هبيد قوي يجي يقول لك بس ده الجمله دي في البريزنت سامبل بسبب وجود الفيرب تو بي فولود باي الادجكتيف جه بعدها صفه يبقى دي مضارع بسيط، او فولود باي ناون جه بعدها اسم يبقى دي مضارع بسيط. هننفيها ازاي؟ هل هتبقى كده؟ هيجي يقول لك ايه؟ هنجيب هي وبعدين هجيب دازنت علشان هي وشي وات، وبعدين احول الفيرب تو بي للمصدر بتاعها بي ساد. بالله عليك دي اجابه؟ يعني دي اجابه؟ هل ممكن تثق في واحد يقول لك دي؟ لا غلط طبعا. امال هتبقى نفي الفيرب تو بي هو الفيرب تو بي، سؤال الفيرب تو بي هو الفيرب تو بي. هقولها ازاي؟ يبقى على طول بشكل بسيط جدا he isn't sad اهو، مش صعبه يعني. اوكي؟ طيب نرجع تاني لدرسنا. يبقى اذا الفيرب تو بي اللي هو am او is او are، خلاص اتفقنا. لو جه بعديه adjective صفه او جه بعديه noun يبقى الجمله هنا في زمن اهو البريزنت سمبل تنس اللي هو المضارع البسيط. علشان كده سيبوني دقيقه نتكلم في حاجه معينه بخصوص الفيرب تو بي. تعالوا هنا. بيقول لك ان الفيرب تو بي دهوت في البريزنت له 3 حالات بازمنه مختلفه هنشوف دلوقتي. بيقول لي ان الفيرب تو بي في البريزنت اسمه ام او از او ار، ولو لقيت جه بعديه adjective اللي هي صفه او لقيت جه بعديه noun اللي هو اس، تعرف ان الجمله بتاعتك دي
مضارع بسيط. اوكي؟ طيب الحاله الثانيه للفيرب تو بي، الفيرب تو بي له 3 حالات. الحاله الثانيه للفيرب تو بي اهو، انه هو لو جه بعديه فعل لو فعل هيبقى الفعل منضاف له الاي ان جي، وساعتها بياخدنا لزمن تاني اسمه زمن البريزنت كونتينوس او المضارع المستمر. ساعتها بعرف ان الفيرب بتاعي جاي وراه الفعل منضاف له الايه؟ الاي ان جي. طيب الحاجه الثالثه ان الفيرب تو بي ممكن يجي بعديه الباست بارتيسيبل. ايوه بيجي بعديه الباست بارتيسيبل، بس ساعتها اعرف ان الجمله بتاعتي على طول ايه؟ على طول باسيف. يبقى اذا لو انا حبيت اخد المضارع البسيط يبقى هي دي المضارع البسيط. الفيرب تو بي في المضارع البسيط هو نفي نوت. هو في السؤال بنعمل عمليه المقص او عمليه اكس زي ما بيقولوا. اوكي؟ دي حكايه الفيرب ايه؟ الفيرب تو بي. طيب تعالى بقى نشوف استخدامات المضارع البسيط. احنا قلنا حط في دماغك دايما المضارع البسيط ما بيدلش على وقت. يعني المضارع البسيط عمره ما بيدل على تايم، امال هو بيدل على حاله. يعني ايه على حاله؟ اول حاجه لما تيجي تتكلم عن الفاكتس، عن الحقائق، هنستخدم مضارع بسيط. دوران الارض حوالين الشمس. اوكي؟ ان الناس بتتنفس الاكسجين، دي كلها حقائق. ان الاسود بتاكل اللحوم، دي كلها حقائق. مثلا فور اكزامبل the sun gives us light and heat، يعني الشمس دي بتمدنا او بتدينا يعني الضوء والحراره. او people then live underwater، الناس ما بتعيش تحت الميه. للتعبير عن شيء حقيقي في المضارع، حقيقه تدوم لفتره بدون ان انا احددها فتره زمنيه. خلي بالك، يعني لما اجي اقول والله هذا الاسبوع يبقى دي ما ينفعش مضارع بسيط، فساعتها باخد بقى مضارع مستمر. انما المضارع البسيط الاكشن ما تحددهوش بفتره زمنيه معينه. اوكي؟ والا بقى حاله، يعني بقى شيء كده موقف مؤقت او مواقف دائمه. فور اكزامبل يوسف lives in اسيوط، يبقى lives يعيش في اسيوط. My wife is an engineer، زوجتي مهندسه. يبقى دي على طول حاجه شغاله لفتره طويله. هل المضارع البسيط ممكن يجي مع كلمه tomorrow؟ انا عايزه تقول لي هو المضارع البسيط ممكن يجي مع كلمه tomorrow؟ طبعا بيجي مع كلمه tomorrow او next week، بس في كام حاله؟ في حالتين اتنين. الحاله الاولى لما يجي يدل على مواعيد ثابته شغاله بتايم سكيدول او تايم تيبل، شغاله بجدول مواعيد، او مع روابط زمنيه. وتعالى بقى اشرح لك حكايه الروابط الزمنيه علشان المفروض اخد مضارع بسيط وعلاقته بالماضي البسيط. الروابط بتاعتي، الروابط الزمنيه بتاعتي زي after وزي before وزي كل الروابط اللي انا اعرفها as soon as وهكذا، بتستخدم للتعبير عن حاجتين: لا اما حدث تم وانتهى خلاص، لا اما حدث او لسه هيحصل، يعني لسه هيتم. لو حدث تم يبقى هنعتبرها ساعتها الفيرست اكشن، الحدث الاولاني، ماضي تام وممكن استخدام الماضي البسيط. دي لو حدث تم. طيب الحدث الثاني عندي انا بتكلم على الروابط، انها بتتكلم عن تو اكشنز، لا اما حدث تم وانتهى خلاص في الماضي، لا اما حاجه لسه هعملها، وهناخد اكزامبلز عليه. طيب لو ايه الرابط اللي انا خدته بيدل على حدث تم وانتهى، الحدث الفيرست اكشن، الحدث الاولاني، ممكن تستخدم ماضي بسيط او ماضي تام، والافضل ماضي تام. الحدث الثاني هيبقى ماضي بسيط دائما، ما ينفعش اجيب مكانه ماضي تام. زي ايه؟ واحد جاي يقول لي يا مستر والله امبارح حصل حاجه غريبه جدا. قلت له ايه الحاجه الغريبه؟ قال لي after I had done my homework، بعد ما خلصت واجبي المنزلي I went out. انا مش شايف فيها غرابه ولا اي حاجه، ما هو دايما ده اللي بيحصل. يعني بعد ما خلصت واجبي المنزلي انا خرجت، جبت رابط زمني، احداث تمت في الماضي، الفيرست اكشن جبته ماضي تام، الحدث الثاني جبته ماضي بسيط. اوكي؟ طيب امتى بقى استخدم بقى المضارع مع المستقبل؟ نمبر 1، لو انا عندي روابط زمنيه من الروابط دي لحدث لسه هيحصل، هروح اعمل ايه بقى؟ هروح جايب الرابط الفيرست اكشن، الحدث الاولاني. خلي بالك بقى من الحته دي لان هم خدعوك فقالوا الفيرست اكشن هيبقى احتمال زمن من 3. نقولها تاني، الفيرست اكشن احتمال زمن من 3، هو ال3 صح. نمبر 1 ممكن اجيب مضارع بسيط شغال، ممكن اجيب مضارع تام. يا خبر ابيض،
يعني المضارع التام ممكن يجي مع المستقبل، بيجي مع المستقبل ويترجم بصيغه مستقبل. وخلي بالك مع الرابط هنا، اوعى تترجم المضارع البسيط بفعل يبدا بحرف الياء، يلعب يمشي، لا ده هيلعب هيمشي هيعمل. او ممكن الثالث اروح جايب مستقبل تام، يبقى الفيرست اكشن مع الروابط اللي لسه هتحصل مضارع بسيط شغال، مضارع تام شغال، مستقبل تام شغال. طب الحدث الثاني هيبقى مستقبل بسيط بصيغه will. فور اكزامبل انت لسه هتعمل حاجه، فهتقول لي هتقول لي ايه بقى؟ افتر، شفت دي؟ ده انا عملت واجب المنزلي خرجت، فانت بتقول لماما يا ماما والله افتر I do او have done my homework، بعد ما هخلص واجب المنزلي I'll go out. هنا ده حدث تم انما ده حدث لسه هيتعمل، فبالتالي الفيرست اكشن هيبقى عندي مضارع بسيط او مضارع تام. فانت وانت بتحل لقيت رابط، اوعى يقول لك بص على العصفوره، امال اعمل ايه؟ ابص لو لقيت هنا مستقبل فيوتشر يبقى احتماليه الاختيارات عندك 3 اوبشنز. اول حاجه مضارع بسيط، الحاجه الثانيه مضارع تام، الحاجه الثالثه مستقبل تام، الثلاثه شغال. طب لو لقيت ماضي بسيط هنا يبقى هتشوف الفيرست اكشن ممكن تاخده ماضي تام او ممكن ماضي بسيط. دي حكايه الروابط. يعني نلخص اللي هنا السؤال، واحد بيسالني سؤال بيقول لي يا مستر هل يمكن استخدام المضارع التام في المستقبل او المضارع البسيط مع المستقبل، يعني مع كلمه tomorrow؟ اقول له يس الشور بالتاكيد، بس مع مين؟ مع الروابط، ويكون في دلاله على المستقبل او الحدث الثاني موجود فيه will زائد الفعل فين؟ في الماضي. طيب يلا بينا نرجع تاني بقى للحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها. يبقى اذا ممكن يستخدم المضارع البسيط للدلاله على المستقبل بعد الروابط الزمنيه اللي احنا قلنا عليها when, while, as or just as, before, the moment, by the time, after, once, as soon as, until أو till، بشرط إن في دلالة على المستقبل أو الحدث الثاني في المستقبل، اللي هي المعادلة بتاعتنا. التايم كونكتور هيجي الحدث الأولاني مضارع بسيط أو مضارع تام، الاثنين ذا سيم، الحدث الثاني جملة مستقبل. فور اكزامبل when I arrive، لما هوصل، when I arrive لما هوصل، أو had arrived هوصل البيت I will take a shower. بعد ايه؟ في الحالة الشرطية الأولى والحالة الصفرية جملة الشرط هتبقى مضارع بسيط. وخلي بالك أنت هتقول لي يبقى معنى كده if هنا رابط شرطي، يعني أنت بتقول لي جملة الشرط بتاعت if مضارع بسيط، يعني ممكن أجيبها مضارع تام. جملة الشرط في الحالة الأولى ممكن تبقى مضارع بسيط أو مضارع تام، والجواب بتاعها هيبقى will زائد الفعل في الماضي. طيب بعد كده ممكن استخدم المضارع البسيط للتعبير عن جداول المواعيد الثابته سواء مضارع او مستقبل. My train leaves at 9 tomorrow morning. ده لسه بكره، بس هنا ده على طول دي مواعيد، يعني في جدول شغال بيه. يستخدم المضارع البسيط بديلا عن المضارع المستمر للتعبير عن حاجه بتحصل دلوقتي مع افعال الحاله اللي هي الافعال التقريريه زي افعال الحب والشوق والكراهيه والتملك والاحساس. يعني ما فيش حاجه اسمها I'm wanting to speak to the manager، مع ان انا عايز اتحدث معاه دلوقتي، لا قال لك دي فعل من افعال الاراده ما ينفعش I'm wanting، امال هستخدم بديله مضارع بسيط، هستخدم البديل بتاعه المضارع البسيط. تعالى بقى نتكلم على حاجه مهمه جدا تاني معانا اللي هي هقول لك عليها دلوقتي. هنتكلم عن الهابت. احنا ما جبناش في الوحده الاولى بحيث انهم كانوا مرتبطه مع الوحده الاولى والوحده الثانيه. طيب الهابت بتاعتي اللي هي العاده دي حاجه من اتنين، يا اما عاده في الباست في الماضي يا اما عاده في البريزنت. يعني ايه عاده في الماضي؟ خدناها في يونت 1 بتتكلم عن انا كنت متعود اعمل حاجه ما عدتش بعملها دلوقتي. طب العاده في المضارع هعملها ازاي؟ هروح جايب الفاعل بتاعي
هروح جايب بعدين الفيرب تو بي اللي هو ام او از او ار، وبعدين يوزد تو. خلي بالك بقى من الحته اللي جايه دي، الطبيعي ان تو بيجي بعديها الفعل في الانفينيتيف، طبعا لا. يبقى التركيبه بتاعتي بيقول لي هات سبجكت فيرب تو بي يوزد تو بلس الفيرب بلس الاي ان جي، ودي معناه انا معتادا على. لما تيجي تقول لي I'm used to getting up early، مش getting. عدل لغتك بقى. يبقى هنا معناها انا متعود اصحى بدري. طب دي بتساوي ايه؟ I usually او always او often get up early. اوكي؟ يبقى اذا للتعبير عن العاده في المضارع نمبر 1 ان انا بستخدم السبجكت الفاعل وبعدين الفيرب تو بي في المضارع ام او از او ار يوزد تو بلس الفيرب بلس الاي ان جي. طيب انا متعود على عاده موجوده عندي اكتسبتها مع مرور الوقت، ممكن تقول جت وممكن تقول كلمه جاتس مع هي وشي وات وهتجيب يوزد تو، ونفس الحكايه ونفس الحدوته الفعل مضاف له الاي ان جي. طيب في طريقه ثانيه ممكن تقول اتس ونجيب someone's habit، يعني ممكن اقول صفه ملكيه my habit انها عادتي to get up early، ان انا اصحى بدري. خلي بالك احنا بنتكلم في البريزنت. طيب في حاجه كمان ممكن اقول I am in a habit. خلي بالك التركيبات دي، خلي بالك انت لو شلت ام وحطيت مكانها فيرب تو بي في الماضي بقت عاده في الماضي، لو شلت از دهيت وحطيت مكانها فيرب تو بي في الماضي بقت عاده في الماضي. I'm in a habit of يبقى في اتس اهي وبعدين صفه ملكيه وبعدين هابت تو. وفي حاجه ثانيه ان انا بجيب صيغه الفاعل على طول وبعدين اروح جايب الفيرب تو بي على حسب الفاعل. in a habit هتاخد of، ولو خدت of دهيت هيجي بعديها الفيرب منضاف له الاي ان جي. طيب ممكن اقول ايه؟ I no longer واجيب هنا فعل في المصدر مع اي ويو ووي وزي، او ممكن اجيب هي وشي وات واحط لها no longer وبعدين الفعل بتاعي منضاف له الايه؟ الاس. بس دي بقى بتساوي العاده اللي في الماضي. يعني لما تيجي تقول لي I used to get up early، انا كنت معتادا في الماضي، دي معناها I no longer get up early. يبقى دي العاده فين؟ في المضارع. طيب تعال نشوفها في كتاب المعاصر تاني معانا. بيقول لي ايه بقى؟ خلي بالك جدا من الحته دي. بيقول لي علشان اعبر عن البريزنت هابت عاده في المضارع نمبر 1 ان انا بجيب السبجكت الطبيعي بتاعي، اروح جايب ظرف من ظروف التكرار دولت اللي هو always usually sometimes often وبعدين الفعل بتاعي في المضارع البسيط. يعني ايه فعل في المضارع البسيط؟ نقولها تاني نقولها تاني. يعني الفعل في المصدر مع اي ويو ووي وزي، يعني الفيرب دوت منضاف له الاس مع هي وشي وات. اوكي؟ طيب ممكن اقولها اسلوب تاني. ايوه نمبر 2 ان انا اقول it is وبعدين someone's habit، يعني اشيل someone's دي واحط احمد my habit your habit his habit. اوكي؟ to plus الانفينيتيف. It is Nada's او her habit to go to the shops on Sunday، دي عادتها في الوقت الحالي. طب ممكن اعمل ايه تاني؟ انا ممكن اروح جايب الصيغه الاشهر، اروح جايب السبجكت بتاعي am او is او are plus used to plus الفيرب مضاف له ing او اجيب noun. Nada is used to going to the shops on Sunday. اوكي؟ طيب انا ممكن اعمل ايه كمان؟ قلناها انا ممكن اجيب السبجكت، اجيب no longer، الفعل في المصدر مع اي ويو ووي وزي، الفعل مضاف له الاس مع هي وشي وات. He no longer eats rice. خلاص؟ دي معناها مهم جدا النقطة دي، VIP very important point. إن أنا أقول he no longer eats rice يبقى he used to eat rice، هو كان متعود ياكل رز دلوقتي لم يعد ياكل الأرز. ممكن أجيبها دي، معلش هنعمل عليهم كده، دي بتساوي دي والاثنين بيساوي العادة فين؟ في الماضي. إن أنا ممكن أجيبها done أو doesn't الانفينيتيف وبعدين any longer او any more، لان any longer او any more بيجوا في جمله منفيه.
ظروف التكرار مع المضارع البسيط. يعني ايه ظرف اسمه ظرف التكرار؟ من خلال معناه اعرف ان هو بيدل على تكرار الحدث ده بيحصل كل قد ايه؟ هل هو بيحصل بصفه مستمره؟ هل من وقت للتاني؟ فظروف التكرار. وحط في دماغك معلومه مهمه جدا، انت كطالب ثانوي لازم تعرف تفرق ما بين ظروف تكرار في المضارع واستخدام ظروف التكرار في الماضي. طول ما انت ما عندكش دلاله زمنيه على الزمن وفي ظرف التكرار عندك، خد مضارع بسيط، لان ظرف التكرار هو في الاساس ابن المضارع البسيط. طيب لو انا عندي مع ظرف التكرار في دلاله على الماضي، جاب لي جمله كمان when I was young وهكذا، اوكي، يبقى على طول ظرف التكرار ده خد معاه تصريف تاني للفعل. فهي مش شيء مسلم به ان ظروف التكرار always, sometimes, often, usually, hardly, never بتيجي بس مع المضارع البسيط. ممكن استخدامها مع الماضي البسيط. يبقى ممكن استخدامها مع مين؟ مع الماضي البسيط. امتى بقى اجيبها مع الماضي البسيط اللي هو تصريف تاني للفعل؟ لو عندي دلاله زمنيه على الماضي. طب ما عنديش دلاله زمنيه على اي زمن وفي ظرف تكرار في الجمله، خد مضارع بسيط. اوكي؟ طيب فين بقى مكان ظرف التكرار؟ احنا قلنا المضارع ده حاجه من اتنين، يا اما في فعل اصلي موجود عندي او معايا الفيرب تو بي. قال لك لو في فعل اصلي موجود عندك ظرف التكرار بيجي قبليه. انما لو عندك فيرب تو بي، الفيرب تو بي زي ما احنا بنقول دايما حبايبي الطلاب، احنا بنقول الفيرب تو بي والفاعل واخدين بعض على حب. يا حبيبي مفيش حاجه تفصلنا ابدا عن بعض. فبالتالي لو لقيت فاعل ولقيت فيه فيرب تو بي اوعى تفصل ما بين الفعل والفيرب تو بي، فبالتالي ظرف التكرار بيجي بعد الفيرب تو بي. طيب كلنا عارفين ظروف التكرار بتاعتنا، حافظينها من ثالثه ابتدائي: always, usually, normally, regularly, often, frequently, sometimes, occasionally, little, rarely, seldom, hardly ever، واخر حاجه never. لما اقول I always go يبقى دي جمله صح اهو، انا جبت ظرف التكرار قبل الفعل الاساسي. طب لو انا عندي لا، ظرف التكرار يجي بعدها سيادتك I'm always at school on time. طيب ظروف التكرار في حاجه اسمها ظروف بادئه. يعني ايه كلمه البيجنينج سنتنس؟ دي قاعده بتدرس اصلا لمناهج الاي ال اللي هو الادفانس ليفل. فبيقول لك لو ظرف التكرار طويل شويه وجبته في بدايه الجمله هيجي بعديه كوما. اوكي؟ يعني مثلا sometimes جه بعديها كوما وبعدين جبت الجمله بتاعتي عادي ما فيش اي مشكله. طب لو never قصيره لو جبتها في البدايه ما تعملش كوما ولا تعمل اي حاجه. اوكي؟ طيب تعالى هنا بقى في معلومه ثانيه عايزين نتكلم عليها مع بعض. فخلي اهو خلي بالك من المعلومه دي، معلومه من نار. بيقول لك لو ظرف تكرار او بيقول لك لو اسلوب نفي او شبه نفي جاء في بدايه جمله خبريه، اهي اعمل فيها ايه؟ تعامل، او بكتبها لك بخط تخين اهو اهو، تعامل سؤال. يعني اعمل ايه؟ اروح جايب اسلوب النفي بتاعي او شبه النفي وبعدين اجيب فعل مساعد ثم الفعل بتاعي وفي الاخر الفول ستوب. احنا خدنا من ظروف عندنا من ظروف التكرار حاجه موجوده زي ايه؟ حاجه موجوده زي، نعمل كمان صفحه. حاجه موجوده زي ايه؟ كلمه hardly او ادي hardly تدي معنى شبه النفي اكنها منفيه. seldom، rarely، اوكي، little، كلما، قلما، little هنا مش معنى قليل، قلما يعني فين وفين. occasionally لو دولت جم في بدايه الجمله الخبريه في المضارع البسيط. يعني مثلا انت بتقول ايه بقى؟ علشان كده انا بقول لك هو ظرف التكرار مكانه فين؟ فظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي او بعد الفيرب تو بي وممكن يجي في بدايه الجمله. طب ماذا لو ظرف التكرار ده بيدل على النفي او شبه النفي؟ اعمل ايه؟ قال لك تعامل سؤال. يعني انت ممكن you have two ways to say this sentence. انت عندك two options تقول الجمله دي. انت بتقول I hardly، ممكن اقول hardly و hardly ever. I hardly visit my aunt. انا فين وفين على ما ازور عمتي او خالتي. طيب دي طريقه مكتوبه صح.
طب ممكن اكتبها بطريقه ثانيه، اكتبها بطريقه ثانيه hardly. شو بقى الحته اللي جايه دي؟ هتيجي تقول لنفسك دي اسلوب شبه نفي وكانه نفي، ما ينفعش اروح كاتبها كده اهو. لو كتبتها كده الجمله بتاعتك غلط. امال اكتبها ازاي؟ اروح تعامل معامله السؤال، مفيش هنا فعل مساعد اشتق دو او داز على طول، فاقولها ازاي؟ hardly do اهي I visit my aunt. احفظها كده اهو، احفظها معلومه مهمه جدا. اي جمله خبريه تبدا باسلوب نفي او شبه نفي تعامل سؤال. which one is correct؟ انا واحده صح من الجملتين دول. I seldom get up late. اوكي، هنكتب 3 جمل. seldom I get up late. seldom do I get up late. يبقى ساعتها هختار ايه؟ دي صح وكمان دي صح. طب الاكسبلينيشن ليه؟ seldom اسلوب شبه نفي، هشتق منه ده او داز، وبعدين اجيب الجمله بتاعتي عادي زي ما انت شايف. طيب هعمل لك سؤال بقى بيحير الجميع، روح اجيب لك في الامتحان little اهو، تخيل نقط he smokes، he smoke، انا اسف، اقول لك اختار. روح جايب لك do، روح جايب لك does، روح جايب لك is، روح جايب لك has، اقول لك اختار يا بطل. تعالى بقى نشرحها نقطه نقطه. احنا قلنا ايه او الانجليز قالوا لنا ايه؟ قال لك طول ما انت عندك في بدايه جمله اسلوب نفي او شبه نفي، هذه الجمله تعامل سؤال. يبقى انا عندي هنا بقت infinitive مع هي وشي وات، يبقى على طول الاجابه الصح بتاعتي does. فخلي بالك جدا من الجمله دي لانها للاسف مش مذكوره في الكتب. طيب خلاص عرفنا المعلومه بتاعتنا دي. اوكي، تعالى بقى نقول ان التعبيرات دي بتيجي في بدايه الجمله ونهايه الجمله عادي، once twice 3 times a week او هكذا، عادي شغال ما فيهاش اي مشكله. I go for a walk twice a week، وممكن اقول twice a week كما I go for a walk once a week، I visit my parents وهكذا. طيب تعالى هنا بس نحل النقطتين دول. بيقول لي my father works as a doctor he very busy examining patients، يبقى هي ايه بقى؟ هتبقى he is often. يقول لي لين something to do she is very busy، هتبقى ايه؟ always have ولا have always ولا always has؟ طبعا بقدم الفعل المساعد على بقدم ظرف التكرار على الفعل الاساسي، فهتبقى always has. I visit my grandparents months in the beginning and in the middle، يبقى في البدايه وفي النهايه. يبقى ايه؟ twice بس ولا once بس ولا once او twice لازم تبقى twice وهنا مش اداه نكره معناها، لا ده هنا معناها bear BER او monthly على طول اهي. طيب بيقول لي سما is used، خلي بالك هنا is وبعدين used على طول to زائد الفعل المضاف للاي ان جي. It's Omar's habit to go for a walk. طيب لما يجي يقول لي عمر is in a habit of، يبقى الفعل المضاف للاي ان جي. حسين working on the farm، يبقى هنا الفعل هنا مضاف للاي ان جي، يبقى is used to working in the farm. طبعا هنا بيقول لي هو المضارع البسيط، الماضي البسيط موجود معايا. الماضي البسيط ذكر في يونت 1. لازم تعرف العلاقه ما بين المضارع البسيط والماضي البسيط. الماضي البسيط حدث تم في الماضي وانتهى اثره خالص، انما المضارع البسيط هو حدث متكرر على فكره بيحصل
على طول، بس اهم حاجه ما بيحصلش دلوقتي. معلش في نقطه كمان بخصوص ظروف التكرار، خليك معايا. النقط دي جميله جدا، والنقط دي كلها بيبقى فيها تريكات وبيلعب عليكم في النقط دي. احنا كلنا عارفين الويز ده اهي اللي هي دائما بتيجي مع الزمن ايه حلو انت وهو، بتيجي مع البريزنت سيمبل اللي هو مضارع بسيط اهو، او ممكن بتيجي مع ماضي بسيط زيها زي حال ظروف التكرار. طب بتيجي مع الماضي البسيط امتى؟ في حاله اهو مهم جدا وجود دلاله زمنيه على الماضي. زي ايه؟ هتقولي طب ما انا عارف المعلومه دي، هقول لك برضو خلي بالك. زي ايه؟ I always اهو in the sea when I was in Alex اهو. هنا was، يبقى على طول اوعى تخدعك وجود always وتقولي ده كلمه داله على البريزنت سيمبل المضارع البسيط، لا هتبقى اسوع اهو. ليه؟ علشان انا عندي هنا was aware من الكلمات الداله على الماضي. نرجع تاني always، ما احنا ما خلصناهاش، اوعى تكون مفكر ان احنا خلصناها. always ديت مهم جدا، هي بقى تحط في دماغك بتيجي مع 3 ازمنه. الزمن الاولاني قلنا مضارع بسيط، كلام جميل. الزمن الثاني ماضي بسيط في وجود دلاله. طب الزمن الثالث اسيبك بس ثانيتين كده تفكر فيها. عدوا الثانيتين. الزمن الثالث بتيجي مع المضارع المستمر. هي always ممكن تيجي مع مضارع مستمر امتى؟ بشرط في حالة حاجة اسمها الانوينج اكشن. يعني ايه الانوينج اكشن؟ الحاجات اللي بتدل على الضيق او الضجر. في واحد صاحبك دايما بيسمع للموسيقى بصوت صاخب وبصوت عالي، فانت الموقف ده مضايقك، هتقولها له ازاي؟ بكل بساطة هتقول له يو، او جاب لك بقى نعتبرها سؤال في الامتحان، too loud music. خلاص؟ I am so annoyed. خلي بالك من الحته الفنيه دي اهو، اهي خلي بالك من دي. وجاب لك اختيارات، قال لك you always listen. الله على السؤال الجميل جدا ده. الطالب هيجي يقول لك بس ده هنا مضارع، فالمضارع ياخد مضارع، والويز من الكلمات الداله على زمن المضارع البسيط، فاختياره الاول هيروح لدي. طب ما تستعجلش. I always هتبقى you always listen، ولا are always listening. نهين الإجابة الصح. الإجابة الصح أدامت فيها حاجة بتدل على الضيق أو إن أنا بتخنق من الموقف ده، اختيارك الأول always مع المضارع المستمر أهي. يبقى إذا النقطة دي ما ذكرتش في كتاب، فخلي بالك جدا منها. لما يكون عندي always بتيجي مع زمنين، أو ظروف التكرار بتيجي مع زمنين، بتيجي مع الماضي البسيط لو في دلالة على الماضي، وبتيجي مع المضارع البسيط بدون دلالة عادي. انما always ممكن تيجي مع زمن المضارع او تيجي مع زمن كمان، ممكن تيجي مع زمن كمان اللي هو المضارع المستمر، بشرط وجود ايه؟ لازم يكون عندي دلاله على ان انا بتضايق من الموقف ده، فساعتها باخد always مع المضارع المستمر. فخلي بالك جدا من النقطه دي. طيب اخر نقطه موجوده معايا في المنهج، في حاجه اسمها المفعول لاجله. اخر نقطه موجوده معايا ذا كوزيتيف او كوزيتيف. ايه معنى كلمه كوزيتيف سنتنس؟ اللي هو جمله المفعول لاجله. وساعتها بعمل ايه؟ بجيب المفعول لاجله اللي هو هذا الشخص من تم فعل هذا الامر اليه، هجيب بعدها هاف او جيت باشكالها بقى، يعني هاف او هاد او از هافينج او ار هافينج او ويل هاف. وبعدين لو جه بعدها، سيبك بقى من فاعل، لو جه بعدها عاقل ريح دماغك، لو جه بعدها عاقل، لو هاف هتاخد الفعل في الانفينيتيف على طول. طيب لو جت هيجي العاقل وبعدين تو بلس الانفينيتيف. يعني مثلا فور اكزامبل I had a doctor check my blood pressure، يعني انا خليت الدكتور، خلي بالك من المعنى، انا خليت الدكتور يقيس ضغط الدم بتاعي يفحصه.
ماشي؟ او I got a doctor to. يبقى اذا انت عندك have او عندك get، جه بعدها عاقل مع have الفعل في الانفينيتيف مع get الفعل to زائد الفعل في الانفينيتيف، والاثنين بيتساووا، ممكن يجي بعدهم الفعل منضاف له الاي ان جي. طيب لو مبنيه بقى للمجهول بعمل ايه؟ لو الصيغه دي مبنيه للمجهول فبروح جايب المفعول لاجله اللي هو هذا الشخص، وبعدين اجيب هاف او جت واجيب غير العاقل، سيبك من المفعول عشان ما تلخبطش نفسك بالله عليك، وبعدين الباست ايه بارتيسيبل. فاكر انت الاكزامبل بتاع I had a doctor check my blood pressure؟ هقول I had او got my blood pressure، انا خليت الدم بتاعي او ضغط الدم يقاس. يبقى اذا لازم تعرف ان قاعده المفعول لاجله بروح جايب هاف او جت، وبعدين جبت عاقل، كلام جميل، جبت عاقل مع هاف الانفينيتيف مع جيت تو بلس الانفينيتيف، والاثنين ممكن يجي معاهم الفيرب دهوت منضاف له الاي ان جي. طيب لو جبت غير عاقل اروح اعمل ايه؟ هروح نفس النظام، اروح جايب هاف او جت اهو، هاف اهو نكتبها هنا اهو صيغه المفعول لاجله اللي هي كوزيتيف. اروح جايب مفعول لاجله ضمير يعني او شخص، وبعدين هاف باخواتها وجت بتصريفاتها، جبت عاقل هاف الانفينيتيف جت بعديها عاقل تو بلس الانفينيتيف. طيب او ممكن اجيبهم الاثنين عادي بيتساووا، انه ممكن بياخدوا الفعل مضاف له الاي ان جي. طيب الطريقه الثانيه لو مبنيه المجهول هجيب برضو نفس الحكايه، المفعول لاجله لقيت هاف هي موجوده عندي في ثالثه ثانوي القاعده دي، او جت باخواتهم بتصريفاتهم، جبت هنا غير عاقل هياخدوا هما الاثنين الباست بارتيسيبل. زي ايه بقى؟ انت بتقول I had my sister اهو clean my room، دي طريقه، وممكن اشيل كلين واحط مكانها كلينن اهو. طيب ممكن اقولها I got my sister to clean او cleaning my room. طب قلت لك تشينج انتو باسف بقى، نحولها لباسف، بتتعمل ازاي؟ كل الموضوع هشيل my room من هنا غير عاقل اجيبها مكان العاقل، واقولها ازاي؟ I had او got my room، انا خليت اوضتي تتنضف cleaned by مين؟ by my sister. دي كانت المفعول ايه؟ لاجل. تعالى بقى نقطة كمان، صيغة التفضيل. صيغة التفضيل تميز صفة التفضيل بين فرد ومجموعة، أي تقارن بين أكثر من طرفين. لما أقول English is the easiest subject يبقى في أكتر من مادة، والإنجليزي ده أسهل مادة فيهم. أو the lion is the most dangerous animal يبقى في حيوانات كتيرة جدا خطيرة بس الأسد هو الأكثر خطورة فيهم. لما أقول the rabbit is least dangerous animal في حيوانات كتيرة لطيفة لذيذة حلوة كده، الأرنب هو أقل خطورة ما فيه. طيب أي صفة قصيرة، الصفات نوعين، لا إما قصيرة لا إما طويلة لا إما غير قياسية. لو صفة قصيرة بعمل لها إيه؟ في التفضيل بروح جايب ذا والصفة والإي إس تي، أو الإس تي لو هي آخرها إيه، أو الأي إي إس تي لو هي آخرها واي. فاست هتبقى ذا فاستست، أولد هتبقى ذا أولدست. ماشي. طيب لو صفة طويلة يعني بتتكون من أكتر من مقطع بعمل إيه؟ بروح جايب ذا موست أو ذا ليست والصفة كما هي بصيغة إن الطويل بيمشي حافي والقصير بيلبس كعب زي ما بيقولوا. إحنا قلنا بقى الصفة بتاعت التفضيل بتاخد ذا وصيغة تفضيل والإي إس تي أو الصفة وآخرها الإي إس تي. طب إمتى بقى ما بتاخدش ذا؟ لو سبقت بعدد من الأعداد الترتيبية أو جه قبليها صفة ملكية أو الأبوستروفي اس. كايرو is Egypt's largest city. ليه ما حطيتش قبل كلمة largest ذا؟ لأن قبليها أبوستروفي اس. ليه هنا ما حطيتش قبل كلمة youngest ذا؟ لأن قبلها صفة ملكية. طيب في حاجة بقى بيقول لي التصريف الثالث للفعل اللي هو الباست بارتيسيبل. أحيانا بستخدم الباست بارتيسيبل كبديل لعبارة وصل. الإنجليزي ما بيحبوش رغي كبير، فممكن يختصر الجملة. لو مبنية للمجهول بيعمل إيه؟ بيحذف ضمير الوصل
مع الفيرب تو بي بتاعها ويعوض عنها بالباست بارتيسيبل. شوف بقى دي I have a cousin who is called كريم. اعرف يعني انا عندي ابن عمي يسمى كريم. هنا عملت ايه؟ جبت هو وجبت معاه الفيرب تو بي. طب الجمله دي جمله باسيف اهو. اجي اقول للفيرب تو بي انت مش عاجبني، او اجي اقول لضمير الوصل انت مش عاجبني، امشي انا عايز اختصر الجمله، وهو ماشي بياخد معاه الفيرب تو بي. طب لو خد معاه الفيرب تو بي ده هو هيسيب لي الباست ايه بارتيسيبل. نفس النظام they have the skills which are needed to monitor wild animals. اعمل ايه؟ دي صح، وان انا اشيل دي مع بعضيها وتبقى كده دي صح. طب as بتستخدم معنى تشبيه ك وياتي بعدها اسم يدل على الوظيفه او مرحله عمريه او دور او مصدر. وخلي بالك ان as لو جه بعديها وظيفه يعني هو فعليا في هذه الوظيفه، انما لو جه بعدها لايك هو شغال الوظيفه دي بس مش وظيفته، هو يعني ايه؟ مشبه بيها. خلاص؟ في حاجه خطوه من الخطوات. فلما اقول as student كطالب سامي is very clever. كابتن باسم works as a police officer يبقى هي وظيفته ضابط شرطه. انما اخوك جاي من بره بيسالك كنت فين وبيحقق معاك، هتقول له انت هتعملي فيها ضابط شرطه بقى. ساعتها ما ينفعش از لان هو فعليا مش شغال ضابط شرطه، امال ساعتها استخدم لايك. اوكي؟ طيب ياتي التصريف الثالث بعد از ويكون اختصار لجمله مبنيه للمجهول. هي works hard as planned. يعني ايه اصلها؟ كان فينا جمله كامله، كان في فاعل وصيغه مبني المجهول، يبقى هي works hard as it has been planned. بشيل دي كلها وراها جايب بعدها الباست بارتيسيبل. تستخدم as وبعدها جمله كرابطه بين الجمل بمعاني مختلفه، ممكن يبقى معناها بينما، وممكن يكون معناها بيكوز. لو معناها بينما بعرف القاعده بتاعت وايل بتبقى عامله ازاي؟ ماضي بسيط ماضي مستمر. لو معناها بيكوز هتبقى توحيد ازمنه. بعد كده بيقول لي بات او بات ستيل بعدها لكن. تستخدم بات للتعبير عن تناقض في الفكره الرئيسيه ما بين جملتين، في تناقض. I asked for another glass of orange juice but there was no more. يعني انا طلبت كمان كوبايه عصير برتقال بس ما كانش فيه فاستخدمت بعض. انما بات ستيل بتعبر عن تناقض في التوقع او الراي ما بين الجملتين. شوف بقى الفرق. There was no more orange juice but still she asked for another glass. يعني هو يعني خلاص هيطلب ازيد من كده. طب كلمه ثانكس تو معناها بفضل او بسبب بتساوي كلمه ديو تو او بيكوز، بيجي وراها فيرب مضاف له الاي ان جي او بيجي بعديها نون. تستخدم في السياق الايجابي للتعبير عن السبب زيها زي بيكوز اوف، ثانكس تو، بيكوز اوف، ديو تو، اونينج تو. دي كلها روابط بسيطه. يعني ايه روابط بسيطه؟ بيجي وراها نون او الفعل مضاف له الاي ان جي بتساوي بيكوز او سينس بمعنى بسبب، بتساوي از بمعنى بسبب، بس دي روابط مركبه او معقده بيجي بعدها جمله كامله. We could solve our problems thanks to your help. بفضل مساعدتك. حبيت استخدم because لازم تجيب جمله كامله. حبينا نستخدم because هنجيب جمله كامله. وبكده احنا خلصنا كل حاجه في الجرامر بتاعه يونت 2. يبقى الجرامر بتاع يونت 2 كان بيتكلم عن زمن المضارع البسيط، كان بيتكلم عن ظروف التكرار، استخدامات المضارع البسيط، وفي النهايه لما خلصنا اتكلمنا عن بعض النقط اللي موجوده عندي في المنهج. فنخلي بالنا من كل حاجه. ان شاء الله مستنيكم المحاضره اللي جايه، هنحل حل شامل على يونت 1 ويونت 2 الاثنين مع بعض. مع السلامه.